اهلا بيكم في حلقة جديدة وقوية من قناة زياد سبورت. النهاردة الحلقة 16 من سلسلة الدوري المصري من قناة زياد سبورت. مع بعض الحمد لله عملنا 16 حلقة. الحمد لله كلهم كانوا كويسين. فيلا دوس لايك واعمل اشتراك لقناة زياد سبورت. عايزين نوصل ل 45 مشترك على اليوتيوب، وعارف ان الرقم ده قليل بس دي بداية. ويلا لو اول مرة تشوفني اعمل اشتراك لقناة زياد سبورت ودوس اللايك على الحلقة دي واعمل لي فولو على فيسبوك. النهارده الحلقة قوية جدا وفيها حاجات كتير جدا وفي خبر مهم جدا بخصوص ابراهيم عادل في اخر الحلقة. يلا اعمل اشتراك لقناة زياد سبورت ودوس الجرس عشان يوصلك كل يوم. اول موضوع معانا الزمالك وظروفه الصعبة. زي ما احنا عارفين الزمالك الفترة اللي فاتت بيمر بأزمة مالية كبيرة، ولكن الظروف بدأت ما بين اللعيبة نفسها. الظروف بدأت تأثر على اللعيبة، على ماديات اللعيبة، على سكن اللعيبة، على أكل اللعيبة، منهم عبد الحميد المعد. في كلام بيقول إن في انفراجة مجلس إدارة دلوقتي، في منهم اللي اتبرع، منهم حسين لبيب لنادي الزمالك حاليا. في ناس بتقول إن في انفراجة إن شاء الله، وفي قرض هيتاخد ب 200 مليون جنيه. فأنت اتحاد طنجة خلاص هيقدم عليك شكوى. عبد الحميد المعالي وده تاني عنوان معانا. للأسف عبد الحميد المعالي لعيب كان جاي ب... بآمال كبيرة إن هو موهبة، موهبة المغرب. لعيب كان جاي محدش يعرفه، ده أنا قلت إن ده حاجة كويسة جدا في الصفقة. للأسف يعني خلاص بقاله من ساعة ما جه الزمالك ما بياخدش جنيه، بياخدش أي فلوس من نادي الزمالك لحد ما وصل خلاص هو مش لاقي ياكل، مش لاقي فلوس يصرف. هل ينفع إن سيف الجزيري يسلف لعيبة من نادي الزمالك ومحمد صبحي يسلف عبد الحميد ويأكله معاه؟ يا جماعة يا جماعة دي مش ظروف نادي بينافس على بطولات، مش ظروف نادي قطب من القطبين بتوع مصر، مش ظروف نادي واخد خمسة أفريقيا. دنيا صعبة، دنيا صعبة وللأسف. يعني عايز أقول كده حاجة، كان يا مكان لما الزمالك كان عنده بن شرقي ومصطفى محمد وفرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور ومحمود علاء والونش وأبو جبل وعواد وجنش وصبحي، الأربعة في حراسة المرمى، وأحمد عيد وحمزة المسلوسي وزيزو ونجم وكاسونجو ومروان حمدي، اسلام جابر وعبد الله جمعة. راحت فين الايام دي؟ للاسف احنا بنعيش ظروف صعبة، وجماهير نادي الزمالك بتعيش ظروف صعبة. فيلا بينا على العنوان التاني. العنوان التاني معانا وهو تصريح كابتن عماد النحاس بخصوص القمة. كابتن عماد النحاس قال بصراحة تصريح يعني بالنسبة لي كان مضحك، ولكن بيدل على ثقة كبيرة قوي من لعيبة الاهلي. قال ان حسين الشحات وهو نازل بيقول لكابتن عماد الزمالك هيتشمع. يا نهار ابيض، على قد ما هو تصريح ممكن تاخده في سكة الضحك، ولكن تصريح قوي جدا وتصريح واثق من لعيبة واثقين ان هم هيكسبوا. انا خدت من الحلقة كلها التصريح ده لانه هو اهم تصريح بالنسبة لي. كل التصريحات ان هو بيشكر ادارة الاهلي ما حكاش حتى مواقف في اوضة اللبس، فحلقة عادية. طب ده التصريح الاهم بالنسبة لي، ممكن يبقى بالنسبة لك تصريح تاني. بيقول الزمالك هيتشمع. ايه يا جماعة ده؟ لما اللعيب يصل للثقة دي في مباراة اعرف ان هو هينزل فعلا يكسب فرقته. مش ممكن، مش ممكن. انا بحيي حسين الشحات على التصريح، على اللي هو قاله ده لكابتن عماد، وبحيي كابتن عماد على اللي هو قاله على الهوا كده، قال التصريح ده كويس. مش عايز اطول عليكم، فهنقول الخبر معانا الاخير اللي هو والعنوان الاخير معانا، وهو ابراهيم عادل من الجزيرة الى الجزيرة. ايه علاقة اللي انا بقوله ده بالاهلي؟ ابراهيم عادل كان صفقة، كان هيحترف رايح ختافي، ولكن بيراميدز رفض. بعد كده باعوه للجزيرة بمبلغ كويس، فابراهيم وافق.
طبعا اي لعيب بيتمنى الاحتراف في الاوروبي، ولكن دلوقتي فورمة ابراهيم مش مساعدان ومش متشاف في اوروبا. خلينا واضحين مع بعض، هو بيلعب في الامارات فلوس، وعايز هو في دماغه عايز يرجع الاهلي. دلوقتي انا بكشف لك بقى حاجات لزياد سبورت. هو دماغه دلوقتي في مصر في النادي الاهلي، ولا زمالك ولا بيراميدز ولا احتراف حتى خارجي، لان هو مش متشاف. لكن لو جاله عرض طبيعي هيروح، لكن هو دلوقتي مش متشاف. طيب اداره الاهلي عملت ايه؟ في تكليف من كابتن محمود الخطيب بناس اللي هي لجنه التخطيط ان هي تبدا تتابع ابراهيم عادل، تبدا تتكلم مع ابراهيم عادل. وابراهيم عادل حد كلمه طبعا النادي الاهلي عرض عليه الشفهي بيشوف رد فعله ايه. ابراهيم مرحب مش موافق مرحب. لسه طبعا كلام سابق اوانه، ولكن انا بقول لك ان ابراهيم عادل ممكن يبقى صفقه جايه للنادي الاهلي. ممكن عبد المنعم يرجع للنادي الاهلي، ولكن ده بقى كلام. اللي انا متاكد منه لحضرتك ان ابراهيم عادل ممكن يبقى في النادي الاهلي. الف مبروك لكل المصريين اللي اتاهلوا كاس العالم، حاجه كويسه. كابتن حسام حسن اللي هيبقى في حلقه مفصله ان شاء الله بقى ان كابتن حسام برضو لسه عنده اخطاء، ولكن عنده حاجات تحسب ليه. انتهت الحلقه، وده الحلقه 16 من سلسله الدوري المصري من قناه زياد سبورت. دوس لايك واعمل اشتراك لقناه زياد سبورت، ودوس الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام، واستنوني في حلقات تانية من سلسله الدوري المصري من قناه زياد سبورت.